صديقي جاي لك دلوقتي بقى ايه عشان اكلمك على طوكيو بالعربي. طوكيو بالعربي عملنا له افتتاحيه كبيره قوي في فوكس بيب ستور اسكندريه، وافتتاحيته دي ما وقفتش من ساعتها لان انا لاحظت ان هو فيه فعلا حاجات مميزه. اول حاجه لاحظتها حته السوبر كول اللي هو متبنيها زي لاين طوكيو، واحلى حاجه ان هو صريح. جه لنا يا جماعه والله انا طوكيو بالعربي، قلنا له يعني ايه؟ قال لك يعني انا راجل مصري بعمل نفس الفليفرز اللي بتعملها طوكيو بس بعملها بجوده يمكن توصل ل 99% على كلامهم طبعا، هتوصل 99% والساعه برضه هتوصل لكده بسعر على قد ايد اليوزر. فهي دي الحته او دي النقطه القويه اللي الناس بتلعب عليها اصحاب طوكيو بالعربي. فالنهارده جايين في اكتر ازازه مشهوره في طوكيو اللي هي الايس بيتش، جايين هنا برضو في اكتر ازازه برضو الاكثر مبيعا في طوكيو ايس بيتش، جايين نجربها. فيلا نشوف الدنيا فيها ايه. اياك يا صاحبي تفتح اي زجاجه من ازازات طوكيو بالعربي وتدوها على ايدك، لان اللي موجود فيها ده صلب. اوعى تعمل حاجه زي دي. حلوه، تعال نشوف. مش كتير قوي عشان ما بشربش سولت كتير. شوف يا صديقي، الايس بيتش هنا هو حلاوته ان هو قريب فعلا من طوكيو. كانت بخيبه، انا كان نفسي اطلع اقول لا ده في حته وده في حته وده مصري برضه وده بريميوم، لكن لا، الموضوع قريب من بعضه قوي 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 لدرجه تخليني لا ما ادفعش ال 550 جنيه او 600 جنيه او ال 500 جنيه ادفعهم في ازازه طوكيو الاوفيشال. لا، انا ممكن ادفع نصهم او اقل في ازازه طوكيو بالعربي، لان انا هنا ضربه الثروت موجوده او الميج موجود فعليا. جربت كذا مره، مش اول مره، بس اول مره هذه الزجاجه، ودي اللي عملت لي صدمه. واول تجربه كانت دلوقتي قدامك يا صديقي. معمول حلو قوي قوي قوي، طعم الخوخ الطبيعي مش طعم عصير الخوخ، ودي حاجه تحسب له بجد. جرب طوكيو بالعربي، هتلاقيه في استورات كتير همنشنها لك. سلام.